ازاي انا اتعلمت الكروشيه، وانت ازاي راجل وبتشتغل كروشيه مع ان دي شغلة ستات. انا ازاي اتعلمت الكروشيه دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم في حكاية كروشيه، يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة هي حلقة الإجابة عن أسئلتكم، وهرد كمان على سؤال إزاي أنت راجل وبتشتغل كروشيه دي شغلة ستات. تابعوا الحلقة للنهاية، هيكون فيها أسئلة مهمة جدا جدا، وهقول كمان فيها على شوية نصايح هتهم أي حد بيشتغل كروشيه إن شاء الله. والأسئلة دي هتفيد ناس كتير جدا، المبتدئين والمحترفين. هنبدأ مع بعض إن شاء الله نشوف الأسئلة ونجاوب عليها. بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفوا القناة اشتركوا في القناة عن طريق الضغط على زرار اشتراك أو سبسكرايب اللي موجود تحت الفيديو باللون الأحمر. هيظهر عندنا الجرس، ندوس على الجرس ونختار منه الكل علشان أي فيديو جديد ينزل يجيلكم إشعار بيه. وأتمنى من ربنا التوفيق في كل حاجة بقدمها لكم، ويا رب الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشيروه مع أصحابكم علشان يستفيدوا زيكم. وده مش أول فيديو نعمله بالطريقة دي ان احنا نجاوب على اسئلتكم. عملنا فيديو مع بعض قبل كده وانتوا اللي طلبتوا ان احنا نكرر الموضوع ده مع بعض كل فترة. هسيب لكم الفيديو فوق على الشاشة، وهحط لكم اللينك بتاعه كمان في صندوق الوصف تحت الفيديو، لان هو كان فيديو فيه اسئلة مهمة جدا جدا. اول سؤال معايا بيقول: انا مبتدئة، عايز اعرف اشتغل ايه في البداية في الكروشيه يكون سهل وبسيط، وانا بيعجبني شغل المفارش جدا. اجابتي على السؤال ده ببساطة: حضرتك مبتدئة لازم الاول تكوني اتعلمتي كل اساسيات الكروشيه، يعني تكوني اتعلمتي الغرز الاساسية، التزايد والتناقص، الحاجات دي كلها. بعد كده هتبتدي تشتغلي حاجات بالغرز البسيطة، يعني مثلا تعملي كوستر مدور بغرزة العمود بلفة، تعملي مثلا كوفية بغرزة العمود بلفة. بيعجبك شغل المفارش، يبقى تبتدي الأول تعملي كوسترات صغيرة اللي هي قواعد الأكواب، تكون معتمدة على الغرز البسيطة. يعني ما تجيبيش كوستر فيه تعقيدات كتير وغرز صعبة أو شكله نفسه يكون صعب في طريقة شغله وتشتغليه. اختاري كوسترات يكون معتمدة على غرزة العمود والسلسلة والحشو والمنزلقة. اشتغلي الحاجات دي في الأول، بعدين ابتدي كبري واحدة واحدة، واشتغلي الأول بالخيوط الصوف او القطن المتوسطة السمك زي اليس كوتون جولد. ما تشتغليش بالخيوط الرفيعة بما انك لسه مبتدئة، علشان لو اشتغلت بالخيوط الرفيعة الغرز هتبقى صغيرة وهتبقى متعبة جدا بالنسبة لك، وهتتضايقي وهتملي من الكروشيه بسرعة. اشتغلي بالخيوط المتوسطة، واشتغلي الاول كسترات صغيرة، بعدين ابتدي كبري في حجم المفرش واحدة واحدة. ما تجيش في اول ما هتبتدي تعملي مفرش قطر مثلا 60 سنتي او 70 سنتي، هتزهقي وهتملي بسرعة. لا، اشتغلي مثلا كوستر الأول قطره 10 سنتي، بعدين كبريه شوية 15 سنتي، بعدين ابتدي اعملي مفرش قطره 25 سنتي، وهكذا. دي إجابتي على السؤال ده بكل بساطة. السؤال اللي بعد كده بيقول: هي خيوط مصر البيضة بتبهت؟ نركز يا جماعة في إجابة السؤال ده، لأن في لخبطة بين نوعين خيط شبه بعض بالظبط، واحد منهم بيبهت والتاني لأ. عندنا خيط مصر البيضة، ده إنتاج شركة مصر للغزل والنسيج. وعندنا خيط تاني اسمه القادسية، بيبقى ده بكرة 50 جرام وده بكرة 50 جرام. البكرتين شبه بعض بالظبط في الشكل، بس طبعا الفتلة مختلفة. يعني ممكن تكون فتلة مصر البيضة أتخن شوية. خيط مصر البيضة عمره ما يبهت، لا فاتح ولا غامق منه، ألوانه كلها ثابتة. خيط القادسية للأسف الألوان الغامقة منه بتنزل لون. اللي بيحصل بقى ايه؟ في محلات ما عندهاش ضمير بتبيع خيط القادسية على انه مصر البيضة، فانت تشتريه وتشتغلي، يطلع للأسف بيبهت. وبعد ما تخلصي المشروع مثلا وتيجي تغسليه تلاقي الألوان كلها دخلت في بعض او لونه اتغير. انت تعملي ايه اما تيجي تشتري الخيط ده؟ هو مثلا قالك مصر البيضة، امسكي البكرة واقري اللي مكتوب على الورقة اللي ملفوفة حوالين البكرة، هتلاقي كده مكتوب إنتاج شركة مصر للغزل والنسيج. وغير كده أنت ممكن بكل بساطة اختبري الفتلة قبل ما تاخديها بالمناديل المبللة زي ما شرحنا في فيديو قبل كده. هتجيبي الفتلة وتجيبي المنديل المبلل، تمشي المنديل على الفتلة وتشد الفتلة جامد كده جوه المنديل. لقيت إن في لون طلع في المنديل، يبقى ما تاخديش الخيط ده، يبقى الخيط ده مش مصر البيضة. لقيت ان مفيش لون طلع في المنديل، يبقى الخيط ده تمام وتقدري تشتغلي بيه. لازم نفرق يا جماعة بين مصر البيضة وبين القادسية. الشركتين شكل البقرة ال50 جرام تقريبا هو الاختلاف بس في الكتابة اللي مكتوبة على الليبل او على الورقة اللي ملفوفة حوالين البقرة. واللي انا عايز اقوله ان خيط مصر البيضة
ما بيبهتش. خيط مصر البيضاء من احسن انواع الخيوط القطن المصري اللي ممكن تشتغلي بيها المفارش والملابس. السؤال اللي بعد كده بيقول ليه لما بشتغل مربع او مستطيل الحواف بتبقى مش مظبوطة قوي معايا؟ السؤال ده اجابته بكل بساطة، انت لما تيجي تشتغلي مربع او مستطيل، لو مش هتشتغلي حاجة على الحواف، مش هتعملي له اطار او حاجة، وبتشتغلي مثلا بغرزة العمود بلفة، هتعملي اول عمود سلسلتين مش 3، هتبقى الحواف شكلها مظبوط وهتبقى متساوية. لو بتشتغلي بغرزة النص عمود على الحواف هترتفعي سلسلة واحدة مش سلسلتين وتشتغلي في نفس المكان تاني. لو بتشتغلي بغرزة الحشو مش هترتفع اي سلاسل وهتشتغلي في نفس المكان على طول، هتلاقي القطعة طالعة معاكي مستقيمة وما فيهاش اي مشاكل في الحواف بتاعتها. السؤال اللي بعد كده خاص بخيط الكليم. السؤال بيقول عايز الاقي حل لمشكلة خيط الكليم، بلاقي حتة تخينة وحتة رفيعة في الكليم السوبر لوكس، بيعذبني على بال ما انتج او اخلص منتج واحد، وكمان مش بعرف ادخل لون تاني بسبب مشكلة السمك. اعمل ايه؟ مشكلة خيط الكليم المصري ان هو كل شلة بيبقى ليها سمك، وممكن تلاقي شلة الخيط بتاعها بيمط وشلة الخيط بتاعها ما بيمطش. نعمل ايه في المشكلة دي؟ نشتري الشلة الصغيرة، نبص في الشلة كده قبل ما نشتريها ان هي ايه، ما فيهاش وصلات، نحاول نطلع الفتلة بتاعة الشلة ونبص فيها كده ونشوف هل هي سمك واحد ولا لا. طبعا انا مش بقولك تطلعي الشلة كلها، لا، انت ممكن تطلعي طرف الشلة اللي جوه وطرف الشلة اللي بره وتقارنيهم ببعض، لو طلعوا نفس السمك يبقى الخيط ده تمام. لقيتي الطرف ده سمك والطرف التاني سمك تاني يبقى ما تاخديش الخيط ده. لو هتعملي حاجة بأكتر من لون يبقى تعملي زي ما بقولك في موضوع مقارنة بداية الخيط بنهايته في الشلتين او في الالوان اللي انت هتدخليها مع بعض، بحيث انك تتأكدي ان الالوان كلها نفس السمك. واشتري خيط الكليم من اماكن ثقة، لان في اماكن ما عندهاش ضمير بتجيب خيط الكليم رخيص جدا وتبيعه على انه سوبر لوكس، فبيبقى سيء جدا جدا وبيبقى رديء جدا جدا في الشغل. تلاقي الشلة مليانة وصلات، تلاقي حتة تخينة وحتة رفيعة، تلاقي في فتل كده طالعة من الخيط. اشتري من اماكن ثقة واماكن كبيرة واماكن معروفة، هتلاقي ان الخيط كويس جدا ان شاء الله. السؤال اللي بعد كده بيقول ازاي اظبط الشغل على قاعدة خشب مدورة او مربعة بخيط المكرمية او السلسلة؟ اشتغل ازاي غرز التزايد فيها؟ هقولك ده هيتوقف على سمك الفتلة وعلى المسافة بين الفتحة والتانية في القطعة الخشب اللي انت هتشتغليها. يعني مثلا بخيط السلسلة في خيط سلسلة رفيع شوية وخيط سلسلة أسمك شوية. بخيط السلسلة الرفيع ممكن تشتغلي في الفتحة الواحدة 3، بخيط السلسلة السميك شوية ممكن نشتغل في الفتحة الواحدة 2. بخيط المكرمية المصري لو الفتحات قريبة جدا من بعض ممكن نشتغل في فتحة غرزة وفي فتحة غرزتين علشان يبقى الشكل متناسق. انت هتعرفيها ازاي؟ وانت بتشتغلي هتعرفي لو لقيتي الفتحة بعيدة جدا عن الفتحة التانية وانت مثلا اشتغلت غرزتين، زودي غرزة تالتة بحيث ان يبقى المسافة مش بعيدة قوي بين الفتحتين والشكل هيتظبط معاكي لوحده. فانت اللي هتعرفي حسب القطعة اللي انت بتشتغليها الفتحات قريبة من بعض ولا لا، وحسب كمان سمك الخيط نفسه، لان في السلسلة في فتلة رفيعة شوية وفي فتلة سميكة شوية، فانت تخلي بالك من الموضوع ده. وبصي على القطعة قبل ما تشتريها، اختاري القطعة اللي الفتحات بتاعتها قريبة من بعض. يعني لو لقيتي قطعة الفتحات بتاعتها بعيدة عن بعض ما تاخديهاش، لان دي هتبقى متعبة في الشغل. لازم تخلي بالك من الحتة دي كويس جدا جدا. السؤال اللي بعد كده بيقول انا عايز اعرف ازاي اعمل كروشيه بيزنس، يعني نعمل منه شغل نستفيد منه ماديا. يعني هي عايزة تعمل مشروع كروشيه تستفيد منه. هقولك ما تشتغليش وتركني، اشتغلي بالطلب، اشتغلي على شغل المواسم. يعني مثلا في الشتاء عندك جروب او صفحة على الفيسبوك وده لازم يكون موجود عندك، هتبدأي تعرضي عليه مثلا في الشتاء الطواقي والكوفيات اللي انت بتقدري تنفذيها بشكل متقن وتقولي متاح تنفيذها. مثلا قبل رمضان تبدأي تعرضي اشكال زينة رمضان اللي انت اشتغلتيها او تعرفي تنفذيها. ولو هتاخدي صور مش بتاعتك استأذني من صاحبة الصور انك هتعرضيها على صفحتك وتقولي مثلا ايه متاح تنفيذها. ما تشتغليش وتركني، اكبر غلط ان انت تشتغلي شغل وتركنيه. اشتغلي بالطلب، اللي يعوز منك حاجة اعمليها له. لازم يكون ليكي تواجد اونلاين، صفحة او جروب على الفيسبوك او على الانستجرام او على الواتساب حسب ما انت عايزة. هتبدأي تعرضي الشغل اللي انت بتعمليه وتقولي متاح تنفيذه. هيبدأوا الناس يطلبوا منك شغل، انا عايز ده، طب انا عايز ده، طب ده بكام، طب هتشحنهولي ازاي، وهتبدأ الدنيا ان شاء الله تمشي معاكي. بس اهم حاجة
اعرفي ازاي تسوقي شغلك، واعرفي ازاي تسعري شغلك من غير ما تظلمي نفسك. واحنا عملنا فيديو عن التسويق وعن التسعير، هتلاقوا الفيديوهات بتظهر واحدة ورا التاني فوق على الشاشة، وهحط لكم اللينكات بتاعتهم كمان في صندوق الوصف. وفي كمان عملنا سلسلة نصايح لأكتر من حاجة في الكروشيه، نصايح عن الخيوط، نصايح علشان مشروع الكروشيه ينجح. برضه هتلاقوا الفيديوهات دي، هحط لكم قائمة التشغيل فوق على الشاشة، وهتلاقوا اللينك بتاعها في صندوق الوصف تحت الفيديو. اي حد عايز يعمل مشروع كروشيه لازم يتفرج على كل الفيديوهات اللي انا بقولها دي. في فيديو نصايح عن وانت بتشتري الخيط تخلي بالك من ايه، فيديو تاني نصايح مهمة لأي حد بيشتغل كروشيه، فيديو تاني ايه اللي يخلي مشروع الكروشيه بتاعي ينجح. فلازم تتفرجي على كل الحاجات دي، هتفيدك جدا ان شاء الله. السؤال اللي جاي ده مهم جدا جدا ومرتبط بالسؤال اللي احنا لسه مجاوبين عليه. السؤال بيقول انا بدأت مشروع كروشيه وبعد ما صرفت وتعبت مش عارفه ابيع ومش عارفه اصرف الشغل، اعمل ايه؟ ده اللي انا كنت لسه بتكلم فيه. ما تشتغليش شغل وتركنيه عندك، ما تشتغليش شغل وتركنيه عندك. طب انت دلوقتي عندك شغل، هتعملي ايه؟ هتبدأي تخشي على كل جروبات الكروشيه، تنزلي شغلك وتقولي متاح فوري. خلي بالك جروبات الكروشيه اللي موجودة على الفيسبوك مش كلها ناس بتشتغل كروشيه، لا فيها ناس بتخش عايزة تشتري مثلا حاجة معروضة، عايزة تسأل عن تمن حاجة عشان تشتريها، عايزة حد ينفذ لها حاجة. فانت ممكن صوري الشغل بتاعك صور احترافية، وطبعا انا شرحت في فيديو التسويق ازاي نصور صح، اتفرجي على الفيديو واعرفي ازاي تصوري شغلك صورة مظبوطة. كمان بعد ما تصوري الصور دي ابتدي ان انت حطي عليها لوجو خاص بيكي، علشان طبعا منع ان حد يسرق الصور دي وينسبها لنفسه. بعد كده ابتدي ان انت نزلي الصور دي على جروبات الفيسبوك وقولي متاح فوري متاح فوري. ومثلا لو عندك من الحاجة مثلا قطعتين او ثلاثة، تقولي متاح من دي مثلا البني، الاوف وايت كذا. يعني تقولي كمان لو عندك اكتر من لون تقولي المتاح عندك ايه. ان شاء الله كل الشغل اللي عندك هيتباع وربنا يكرمك ان شاء الله، وتصرفي كل اللي انت اشتغلتيه علشان ما يروحش تعبك، وكمان فلوسك ما تروحش عليك. وعايزك تطمني ان تعبك مش هيروح، ربنا عمره ما بيضيع تعب حد ابدا. ان شاء الله انت اعملي زي ما قلتلك، وان شاء الله هلاقيك بتكتبي لي في تعليق تاني ان الحاجة اتباعت كلها بأمر الله. السؤال اللي بعد كده بيقول الشغل بيعمل علامة مايلة لما بقفل السطر، كده هي بتشتغل بغرزة العمود بلفة على ما أتوقع يعني، لأن هو ده اللي بيعمل شكل مايل، أو بغرزة النص عمود. هقولك الإجابة بكل بساطة، أنت أكيد بتعملي 3 سلاسل وتحسبيهم عمود لو أنت بتشتغلي بغرزة العمود بلفة، ولو بتشتغلي بغرزة الحشو بتقفلي بمنزلقة وترتفعي سلسلة وتبتدي تشتغلي تاني، ولو بتشتغلي بغرزة النص عمود بتعملي سلسلتين وتحسبيهم نص عمود وتبتدي تشتغلي. اجابتي على سؤالك بكل بساطة، لو انت بتشتغلي بغرزة العمود بلفة هتعملي سلسلتين ومش هتحسبيهم عمود، هتشتغلي تاني في نفس المكان، ولما تيجي تقفلي ملكيش دعوة خالص بالسلسلتين. لو بتشتغلي بغرزة النص عمود هترتفعي سلسلة واحدة بس وتشتغلي تاني في نفس المكان، وتقفلي في غرزة النص عمود الأولانية وملكيش دعوة بالسلسلة. لو بتشتغلي بغرزة الحشو هتشتغلي حلزوني من غير ما تقفلي السطر، بس طبعا تكوني حاطة علامة في أول غرزة في السطر علشان تعرفي في النهاية خالص هتقفلي شغلك ازاي. السؤال اللي بعد كده بيقول أنا إيدي شوية واسعة وشوية ضيقة، أعمل إيه؟ هقولك بكل بساطة، لما ايدك تكون واسعة اشتغلي بإبرة أصغر من الإبرة اللي الخيط بيحتاجها، لما تكون ايدك ضيقة اشتغلي بإبرة أكبر شوية. وعلى فكرة المشكلة دي عند ناس كتيرة جدا، بس تحاولي ان انت لما تيجي تشتغلي قطعة حاولي انك تظبطي ايدك ان انت هتشتغلي بإبرة واحدة علشان يبقى شغلك شكله مظبوط. هتتدربي عليها كده واحدة واحدة انك تظبطي ايدك، هتلاقي نفسك ايدك بدأت تتظبط بشكل تلقائي. لان انا كنت بعاني من المشكلة دي في الاول، بدأت ان انا اظبط ايدي واحدة واحدة، فبدأت ان الدنيا تمشي معايا وايدي تبقى مظبوطة في الشغل. السؤال اللي بعد كده مهم جدا 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 وناس كتير بتواجهها المشكلة دي، وهو ليه لما باجي اشتغل دايرة بغرزة الحشو بتطلع مقوسة مني وما بتطلعش مظبوطة، او بيطلع ليها زوايا ما بتطلعش مدورة؟ السؤال ده بكل بساطة اجابته هتكون التزايد في الدايرة هو اللي بيخلي التضليعة بتاعتها تطلع، لان غرزة الحشو غرزة صغيرة جدا، فالتضليعة بتاعتها بتظهر كل ما بنكبر فيها. يعني مثلا لو عملنا دايرة بدايتها 6 غرز حشو هنلاقيها في الاخر عملت لنا شكل سداسي. لو عملنا دايرة فيها 8 غرز حشو في البداية هنلاقيها عملت لنا
شكل بتمن اضلاع. الطريقة الصح للتزايد في الدايرة بغرزة الحشو احنا عملناها في فيديو قبل كده، هسيبه لكم فوق على الشاشة، وهحط لكم اللينك بتاعه كمان في صندوق الوصف تحت الفيديو. الدايرة دي تقدري تشتغلي بيها قاعدة الشنطة، تقدري تشتغلي بيها بداية طاقية لو بتعملي طاقية بغرزة الحشو، اي حاجة بتعملي فيها دايرة بغرزة الحشو، حتى شغل الاميجرومي تشتغلي بطريقة التزايد اللي احنا شرحناها في الفيديو مع بعض. الفيديو ده مهم جدا جدا. وكمان الدايرة بتتقوس لأسباب تانية، يا إما بتشد إيدك جامد جدا وأنت بتشتغل الغرزة، وهنا هتحتاج إن أنت تكبري الإبرة شوية لأن واضح إن إيدك ضيقة في الشغل، يا إما التزايد بتعمليه زيادة، يعني بتعملي أزيد من التزايد المطلوب. ممكن تكوني بدل ما اشتغلت غرزتين في غرزة اشتغلت 3 أو أكتر سهوا أو حاجة، فده بيخلي الدايرة تتقوس لأن التزايد مش مظبوط. لازم تخلي بالك من الحتة دي كويس جدا. نيجي بقى لاخر جزء معانا في الفيديو بتاع النهارده. طبعا انا كده جاوبت على كل الاسئله اللي جات لي، يا رب اكون قدرت افيدكم فيها. هتكلم دلوقتي عن ازاي انا اتعلمت الكروشيه، وانت ازاي راجل وبتشتغل كروشيه مع ان دي شغلة ستات. انا ازاي اتعلمت الكروشيه دي موضوعها طويل شويه، فهنعملها في فيديو لوحده ان شاء الله. انا دلوقتي هرد على حته انت ازاي راجل وبتشتغل كروشيه مع ان دي شغلة ستات. معلش انا عايز اسال سؤال بس، ايه اللي خلاها حكر على الستات؟ لو احنا بنتكلم على شغلة ستات يبقى الراجل ما يشتغلش شيف، الراجل ما يشتغلش كوافير، الراجل ما يشتغلش ترز حريمي. انجح الشيفات في العالم رجاله، كوافيرات اللي مشهورين جدا جدا رجاله. ايه يا جماعه في ايه يعني حته ان انت راجل بتشتغل كروشيه ودي شغلة ستات؟ التعليق ده جالي من اكتر من حد، انا مش هقدر اسكت اكتر من كده، لازم ارد على الموضوع ده، وهرد عليه بنقطتين اتنين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيخيط ثيابه بايده، سيدنا ادريس عليه السلام كان بيشتغل خياط. انا لا بعمل حاجه عيب ولا بعمل حاجه حرام ولا بعمل حاجه تغضب ربنا ولا بتشبه بالنساء زي ما واحده قالت لصديقي محمد مصطفى صاحب قناه كروشيت ترينر، قالت له انت بتتشبه بالنساء وانت كده ملعون. بتشبه بالنساء في ايه؟ هو انا مثلا بعمل الشنطه بلبسها انا، بعمل الفستان انا اللي بلبسه؟ انا بقدم للناس معلومه مفيده، بقدم لهم حاجه انا اتعلمتها وبفيدهم بيها. فيا جماعه انا لا بتشبه بالنساء ولا بعمل حاجه عيب ولا بعمل حاجه حرام ولا بعمل حاجه تغضب ربنا، بالعكس انا بقدم حاجه. ناس كتير جدا جدا اتعلمت الكروشيه من ورايا وبقوا يقولوا لي ربنا يبارك لك، احنا مثلا ما كناش عارفين نعمل الحته الفلانيه، وناس بيكلموني على الخاص بيشكروني على الفيديوهات اللي انا بقدمها. ده كان رد بكل بساطه على ان الكروشيه شغله للستات بس، مفيش حاجه اسمها شغله للستات بس. الكروشيه اغلب اللي بيشتغلوه ستات بس، في رجاله فيه ناجحين جدا جدا، وفي ناس مصريين زي محمد مصطفى صديقي اللي صاحب قناه كروشيه ترينر، ده اول مدرب كروشيه مصري، يعني هو اول شاب مصري عمل قناه لتعليم الكروشيه، ويمكن هو احد الاسباب اللي خلتني اعمل القناه دي. وفي ناس كتير جدا جدا اجانب رجاله بيشتغلوا كروشيه وبسم الله ما شاء الله على شغلهم متفوقين على الستات في الكروشيه. فشغل الكروشيه للرجاله مش عيب ولا حرام ولا ان انا بغضب ربنا ولا بعمل حاجه تافهه، انا بعمل حاجه مهمه وناس كتير جدا جدا بتستنى فيديوهاتي. اللهم لك الحمد على ما وصلت اليه. ده كان ردي بكل بساطه على انت ازاي راجل وبتشتغل كروشيه دي شغلة ستات. ولو حد عنده وجهة نظر تانية يعرضها لي في الكومنتات تحت الفيديو. انا اسف ان انا اتعصبت، بس انا ما كنتش قادر اسكت اكتر من كده. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب اكون قدرت افيد اصحاب الاسئلة بالاجابات اللي انا قلتها، يا رب تكون الاسئلة تفيدكم ان شاء الله، ويا رب الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشيروه مع اصحابكم علشان يستفيدوا زيكم، ويا رب اكون عرفت اوصل لكم الفكرة بطريقة سهلة وبسيطة. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.